السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا النهاردة على البحر من منطقة العصافرة لحد شارع محمد نجيب. احنا كده قدام شاطئ محمود سعيد من ضمن الشواطئ الموجودة في منطقة العصافرة. ده كده كافيه بافن، ودلوقتي داخلين على منطقة ميامي. وهنا طبعا بيتم عمل نفق اللي قدام شارع اسكندر إبراهيم. حاليا تم الانتهاء من المرحلة الأولى من توسعة الكورنيش. المرحلة الأولى بتبدأ من المنتزه لحد شاطئ البوريفاج، والمرحلة الثانية بتبدأ من أول منطقة بير مسعود لحد منطقة السرايا. وتم الانتهاء من إزالة طبقة الأسفلت في الكورنيش القديم في منطقة التوسعة، وكمان هنلاقي أعمال تطوير البنية التحتية لمنطقة توسعة الكورنيش. العمل طبعا على إنشاء شبكة صرف لمياه الأمطار. احنا كده قدام نادي وادي دجلة، طبعا تم ازالته، وبعدين هندخل بقى على منطقة بير مسعود زي ما احنا شايفين كده، وهيتم طبعا اخذ جزء من رصيف بير مسعود عشان يتم التوسعة. بعد كده نادي السيارات، طبعا تم الغاء البوابة القديمة وعمل بوابة جديدة. احنا دلوقتي قدام شواطئ ادوارد الخراط، وكمان في دلوقتي مشروع حماية الشواطئ من طبعا أمواج البحر العالية. طبعا اسكندرية بيكون فيها نواة. المشروع ده بيبدأ من أول بير مسعود لحد منطقة سيدي بشر. طبعا المشروع ده بيبقى جوه البحر. زي ما احنا شايفين الشواطئ دي شغالة لحد دلوقتي. طبعا زي ما شفنا كده شواطئ العصافرة، البوريفاج، ومحمود سعيد، وهنا كمان الشواطئ شغالة، شواطئ ادوارد الخراط، وشواطئ ميرامار، وكمان شواطئ سيدي بشر. وحاليا كمان بيتم عمل كوبري في منطقة محمد نجيب، وهيكون الكوبري علوي للسيارات، وإنهاء أعمال التشطيبات لباقي مكونات المشروع. كمان مشروع توسعة الكورنيش وعمل كوبري في محمد نجيب، ده طبعا هيقضي على التكدس المروري بالأخص قدام إشارة سيدي بشر. دلوقتي داخلين على شارع محمد نجيب. طبعا تم عمل البوابات الجديدة، بوابات الشواطئ، بس لسه لحد دلوقتي ما نعرفش أسماء الشواطئ دي ايه. ودي كانت جولتنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.